لو معاك موبايل أو كمبيوتر بس، فأنت بالفعل عندك فرصة حقيقية إنك تبدأ تكسب فلوس من الإنترنت حتى لو من غير أي خبرة. المشكلة إن أغلب الناس فاكرة إن الموضوع صعب أو محتاج رأس مال أو محتاج تكون خبير. في الفيديو ده هقولك 10 طرق حقيقية وبسيطة أي شخص يقدر يبدأ فيهم من النهاردة، وهدفهم الأول هو إنك توصل لأول 1000 جنيه ليك من الإنترنت. ركز معايا للنهاية لأن الطريقة رقم 10 هي الأقوى وممكن تكون نقطة البداية الحقيقية ليك من غير ما تحس. أول طريقة هي صناعة المحتوى القصير زي فيديوهات يوتيوب شورتس أو تيك توك. الفكرة ببساطة إنك تختار مجال بسيط زي معلومات أو تطوير ذات أو قصص قصيرة وتبدأ تنشر فيديوهات يوميا. مش لازم تظهر بنفسك ومش لازم معدات احترافية، كل اللي محتاجه إنك تقدم فكرة بسيطة بشكل واضح وسريع، ومع الوقت لما تبدأ تجيب مشاهدات تقدر تكسب من الإعلانات أو من التعاون مع صفحات أو شركات. الطريقة الثانية هي كتابة المحتوى. في شركات وأشخاص كتير محتاجين ناس تكتب لهم مقالات أو وصف منتجات أو حتى سكريبتات فيديو. المميز هنا إنك تقدر تبدأ حتى لو مستواك بسيط. كل ما تكتب أكتر مهارتك هتتحسن، ومع الوقت تقدر تشتغل مع عملاء وتاخد مقابل مادي مقابل كل شغل بتعمله. الطريقة الثالثة هي التصميم باستخدام أدوات بسيطة زي كانفا. مش محتاج تبقى مصمم محترف، تقدر تعمل بوستات أو إعلانات أو تصاميم لصفحات سوشيال ميديا وتبيعها لأصحاب البيزنس الصغير أو صفحات الإنترنت. الفكرة كلها إنك بتقدم شكل منظم وجذاب مقابل خدمة بسيطة. الطريقة الرابعة هي إدارة صفحات السوشيال ميديا. في أصحاب مشاريع صغيرة مش عندهم وقت ينشروا أو يردوا على العملاء، ممكن ببساطة تدير لهم الصفحة، تنشر محتوى وترد على الرسائل مقابل مبلغ شهري، ومع الوقت تقدر تدير أكتر من صفحة وتزود دخلك. الطريقة الخامسة هي التسويق بالعمولة. الفكرة إنك بتروج لمنتجات موجودة بالفعل، كل ما حد يشتري من خلالك بتاخد نسبة من البيع. مش محتاج تمتلك المنتج، كل اللي عليك إنك تعرف إزاي تعرض المنتج بطريقة ذكية وتقنع الناس بيه. الطريقة السادسة هي بيع خدمات بسيطة جدا زي تلخيص ملفات أو تحويل ملفات أو خدمات تصميم خفيفة. الفكرة مش في الخدمة نفسها، الفكرة إنك تبدأ بحاجة بسيطة جدا وتطورها مع الوقت وتكبر شغلك خطوة خطوة. الطريقة السابعة هي إنك تعلم مهارة بسيطة، ممكن تكون مهارة أنت تعرفها حتى لو بشكل بسيط، وتبدأ تشرحها للناس في فيديوهات أو محتوى بسيط، وبعدها تقدر تعمل كورس صغير أو خدمة تعليمية وتبدأ تكسب منها. الطريقة الثامنة هي مونتاج الفيديوهات القصيرة. دلوقتي في طلب كبير جدا على فيديوهات الريلز والشورتس. أي شخص بيعرف يركب فيديو بشكل بسيط يقدر يشتغل في المجال ده مع صناع المحتوى ويبدأ يحقق دخل. الطريقة التاسعة هي العمل الحر على مواقع زي فايفر أو أبورك. في آلاف الناس بتدور على خدمات بسيطة جدا، ممكن تبدأ بأي مهارة عندك حتى لو بسيطة وتقدمها كخدمة وتبدأ تجيب أول عملاء ليك. الطريقة العاشرة وهي من أقوى الطرق وهي إعادة بيع الخدمات. الفكرة إنك تشتري خدمة بسعر معين وتبيعها بسعر أعلى، مثلا تشتري تصميم أو خدمة بسيطة من شخص وتعرضها على عميل بسعر أعلى وتاخد الفرق. دي طريقة ذكية جدا وممكن تبدأ منها من غير ما تكون خبير. في النهاية أهم حاجة مش إنك تعرف الطرق دي كلها، لكن إنك تختار طريقة واحدة بس وتبدأ فيها فورا، لأن أول 1000 جنيه من الإنترنت مش محتاج عبقرية، محتاج بس بداية حقيقية.